النهاردة عملت فطير مشلتت باللحمة المفرومة اللي مش معصجة. تحفة 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 زي بتاعة الفطاطري بالظبط اللي بيجيبيها من بره. الفطيرة الواحدة ب150 جنيه أقل حاجة. عملتها باللحمة المفرومة والخضروات، عملتها تكون مورقة وتحفة، مشلتت حاجة كده في منتهى الجمال، تحفة. بس هيعجبكم جدا الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني وتدعموني. أول حاجة هجيب كيلو دقيق. كيلو الدقيق هيديني 4 فطاير. الفطيرة الواحدة هتطلع في صينية مقاس 26. فطيرة حلوة كبيرة، ممكن تأكل 2، ولو أكلت واحد لازم مش هيقدر يكملها. الكيلو ده أنا هعمله 4 فطاير علشان خاطر هحشيه لحمة. لكن لو هعمل الفطير مشلتت فقط سادة الكيلو ده هيطلع 2 فطيرة فقط. حطيت الكيلو، حطيت عليه ربع معلقة ملح، حطيت عليه معلقة سكر، جهزت جنبي كوبايتين مية والتالتة هركنها احتياطي. انا طبعا بدأت ان انا اعجن. طبعا الفطير مش عايزه اوصيكوا، عايز عجن كويس جدا. انا بدأت حطيت اول كوبايه وتاني كوبايه، تالت كوبايه الكيلو بتاعي مش هياخد التالت كوبايه كلها، هيفضل منها حوالي ربع. فضلت اعجن لغايه اما وصلت للمطه والجمال ده. لازم توصلي في العجنه كده. لو عندك عجان هتسيبيه يعجن حوالي 7 دقايق. لو هتعجني على ايدك يبقى هتعجني 10 دقايق وتتوصي بالعجنه كويس جدا لغايه ما توصلي للمطه دي. لازم الفطير لازم بيريح فترات فترات، كل ما نعمل حاجه هنريحه. حطيت شويه زيت وحطيت العجينه بتاعتي وغطيتها وسبتها ربع ساعه ترتاح. بعد ربع ساعه هبدا ان انا اشتغل في الفطير بتاعي. طبعا الكيلو ده انا هقسمه على 4، هعمله 4 فطاير. وبرده هقول تاني لو هو مشلتت ساده هعمل الكيلو يبقى هيطلع لي فطيرتين عشان تطلع الفطيره تخينه وحلوه. دول انا هعملهم 4 فطاير علشان هحشيهم لحمه، واللحمه بتاعتي مش مستويه. لحمه ازاي؟ هوريكي ان اللحمه مش ضروري تحطيها معصجه وتطلع اطعم من المعصجه واحلى واجمل من المعصجه مليون الف مره، ولا البصل مستوي ولا الطماطم مستويه ولا اي حاجه، طالع تحفه 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 زي اللي بتجيبيه من عند الفطاطري واحلى مليون مره كمان. طبعا هتكون انا قسمته، وطبعا حطيت شويه زيت حلوين كده في الصينيه او في الحاجه اللي انا هركن فيها ال4 قطع بتوعي. هغرقهم زيت من كل الاتجاهات عشان ما يلزقوش في بعض، وهريحهم كمان ربع ساعه نص ساعه. كل ما هتريحي اكتر كل ما الفرد هيكون معاكي اسهل. هنا انا سبته يرتاح شويه حوالي ربع ساعه، وبدات ان انا حاطه جنبي زيت مش سمنه، حاطه زيت. ولو عايزه تزودي عليهم شويه سمنه اتس اورايت، بس ما تحطيش زبده. هتاخدي من الزيت وتفردي تفردي تفردي، تفضلي تفردي على قد ما تقدري وزي ما تيجي معاكي. وبعد كده هنبدا نجيب من الجوانب نهوي كده، وناخد جنب على ايه على نجيبه على قدام، جنب تاني نجيبه على قدام. احنا دلوقتي بنعمل رقات الفطير. جنب كمان خلاص كده هاخد تاني الجنب كمان، اشد واحط واطلعه على قدام، اشد واحطه تاني على النص، اشد واحطه تاني على النص لغايه ما تتكور عندي وتطلع عندي كوره. اخليها كوره. بعد ما خليتها كوره كده هركنها. انا كده عملت ال4 وركنتهم في شويه زيت برضو في الصينيه بتاعتي وغطيهم واسيبهم يريحوا نص ساعه. انا عندي هنا بقى اللحمه المفرومه، ربع اللحمه انا جايبه هنا نص كيلو، فيها حوالي 100 جرام دهون. وعندي بصلتين قطعتهم قطع بس صغيره، عندي فلفل اخضر مقطع، عندي طماطم 2 طماطمايه متقطعين لكن شايله القلب بتاعهم عشان ما يبقوش ميان، ما يعملوش ميه في قلب العيش في قلب الفطير بتاعي. وجايبه 2 حزبه بقدونس ومقطعاها صغير. جايبه كمان قرن فلفل حراق وركناه على جنب علشان احطه وانا بحشي
اللي هو ده الفلفل الحراق بتاعي، هركنه على جنب لان في ناس ممكن ما تبقاش عايزاه سبايسي. انا هنا كده يبقى حطيت اللحمه اللي فيها دهنه، وحطيت بصلتين مقطعين قطع صغيره، حطيت طماطمتين متشال القلب بتاعهم، حطيت 2 ربطة بقدونس مقطعين صغير. وهبدأ ان انا اجيب كمان البهارات بتاعتي، وانا كتبت لكم البهارات هنا هتظهر دلوقتي على الشاشة: ملح، فلفل اسمر، بهارات لحمة، جنزبيل وملح. هقلبهم كويس في بعض. وانا جهزت كمان بشر جبنة موتزاريلا، هحط منها على الوش. وتجهزي عندك لو عندك سمنه بلدي او قشطه تجيبيهم برضو وتركنيهم على جنب. انا جبت دلوقتي الفطيره بتاعتي ومسكتها من فوق، اللي هي الحته اللي هي كانت ملمومه هخليها من فوق، والحته المستويه جدا هخليها من تحت. هفرد بقى من هنا، هفرد جامد جدا. دي الحته اللي انا كنت لماها من فوق، هفرد كويس قوي على زي ما تقدري تفردي. طبعا كل ما ارتاحت العجينه كل ما الفرد بتاعتها مش هترجع تاني كده، وانا بفرد مش هترجع. يعني كل ما تريحي العجينه ما بين المره والمره، اما تيجي تفردي مش هترجع. رجعت العجينه دي بتبقى من قله الراحه، لازم تريحيها. انا كده فردت على قد ما قدرت وعلى قد ما اخدت معايا العجينه. وهبدا انا الحشوه بتاعتي احطها. الحشوه زي ما قلت لكم كلها مش مستويه تماما. خلاص كده انا حطيت. ابدا بقى ان انا لو عايزه مثلا حاجه سبايسي بحط الفلفل الحراق، اجيب كمان شويه موتزاريلا لو حد عايز موتزاريلا جوه او على الوش نحط. انا كنت حاطه على الوش برضو بس كان قليل، لكن انا كمان هنا حاطه جوه الفطيره نفسها موتزاريلا. اشد بقى الطرف واجيبه تاني، اشده من الجنب واجيبه تاني على النص. انا كده كورتها. هسيبها بقى دلوقتي في الصينيه اللي انا هفردها فيها، في النص كده تكون الصينيه مدهونه زيت وركناها على جنب. كده انا خلصت ال4 فطاير بتوعي وهريحهم كمان نص ساعه. وسخني بقى الفرن بتاعك على 180 درجه وخليه يستنانا عبل ما نفرد الفطاير. هنمسك اول فطيره احنا فردناها، هتكون هي اكتر فطيره ارتاحت، وابدا ان انا افردها. هتلاقيها بتتفرد معاكي كويس جدا. الكره اللي كانت صغيره اتفردت وبقت ملو الصينيه بتاعتك اهي. فردتها. اكون مجهزه عندي سمنه بلدي وقشطه. القشطه اخد منها وادهن الوش، واخد برضو حته السمنه البلدي وادهن كمان الوش، لان انا عاملاها بزيت علشان تبقى مورقه وحلوه. اخد غيرها برضو اهي قدامك. افرد افرد افرد. هتلاقيها بتتفرد معاكي زي الحلاوه، لان هي ارتاحت كويس. لو ما اتفردتش يبقى لازم تسيبيها تتركن شويه كمان ربع ساعه ولا نص ساعه عشان تريح. لكن طالما بتتفرد معاكي اعرفي ان انت مريحاها كويس. هتجيبي برضو القشطه وتدهني، وتجيبي السمنه البلدي كمان وتدهني على الوش، لكن زبده مش هتنفع. اهي دي سمنه بلدي، وكنت كمان حاطه قشطه. عايزه بقى موتزاريلا على الوش تحطي. انا في بعضهم حطيت موتزاريلا على الوش هتلاقيها محمره اكتر من على الوش اهو. انا كده حطيت الموتزاريلا بتاعتي. انا كده خلصت ال4 فطاير. وعايزه اقول لكم نص كيلو اللحمه طلع لي كمان ال4 فطاير دول محشين كويس جدا، وطلع لي كمان رغيف اهو. شايفين الفطير عمال يسير عمال يقب كده، وتحفه تحفه تحفه. غير ان هو محرفش كده وجميل قد ايه، واللحمه جواه مستويه وحاجه تفتح النفس. الفطيره دي اقل فطيره بره ومش عارفين ان اللحمه نوعها ايه، بتكون ب150 جنيه. لكن احنا بنجيب لحمتنا الحلوه وبنعمل فطرتنا في البيت، وبتكون محرمشه كده ومحرفشه وجميله. بصي طالعه عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه، ومحمره كويس من فوق ومن تحت، وحاجه كده تفتح النفس اهي. ومستويه اللحمه والبصل مستوي والفطيره مورقه، وحاجه كده في منتهى الجمال. يا ريت تعملوها وتمشوا على طريقتي. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش تعليق جميل كده منكم، ولايك وشير واشتراك في القناه علشان تشجعوني وتدعموني. والى اللقاء في اكله جديده ان شاء الله من طبخه ووصفه واكله. والى اللقاء.